بكم يا شباب في قناة كورة 90. النهاردة هنتكلم عن ماتش الأهلي وإنتر ميامي. طبعا يعني أنا اتفرجت على الماتش، بس الماتش مستفز شوية. الأهلي عمل أداء حلو جدا كمان، بس اللي يستفزك أكتر إن تريزيجيه يجي يشوط ضربة جزاء يحطها بقى، يعني ما تجيش معاه. تمام، انت عندك زيزو، عندك أسامة أبو علي، سيبهم، سيب ضربة الجزاء ليه، سيب لحد فيهم. زيزو بيعرف يشوط ضربات جزاء كويس، حتى في فيديوهات ليه اتفرج عليه وهو كان في الزمالك كان بيحط ضربات جزاء كويسة جدا. في منتخب مصر كان بيحط ضربات جزاء كويسة جدا، في المنتخب الأولمبي لما لعب معاهم كان بيحط ضربات جزاء كويس جدا. تمام، عندك وسام أبو علي يعني ما شاء الله عليه، يعني بطل زي ما بيقولوا. فانت ضيعت ضربة جزاء، كانت فرصة ليكوا ان انتوا تاخدوا 3 نقط. استفدت انت ايه؟ تمام، انت ما استفدتش حاجة. حسين الشحات ضيع هجمة مباشرة للأهلي. حسين الشحات فضل يطول لغاية لما راح بيها عند دخل بيها خط 18 من جوه. في الآخر برضه ما فيش. طب يا ابني، ما هو الملعب مفتوح. تمام، الدفاع مفتوح. قفشة عدى مرة، انت متأخر ليه؟ بصيها القفشة. حاجات حاجات كتيرة جدا مستفزة. يعني اتفرجت على الماتش، حاجات كتيرة جدا مستفزة وشكل يعني غير غير طبيعي الصراحة. ده مش شكل لعيبة أصلا إن هم اللي بيعملوه ده مش شكل لعيبة. فين المدير الفني فين الكباتن اللي بره عشان يشوف تريزيجيه ولا يشوف حسين الشحات اللي ضيع هجمة ليه؟ طبعا لازم نروح قصاد ماتش بورتا، قصاد نادي بورتا ولا اسمه ايه البرتغالي ده. عموما لازم يسجل في جول على الأقل عشان يبقى هو ضامن المكسب على طول. حتى لو اتعادل معاه تبقى صعبة بالنسبة له. لازم هو يسجل جول للاحتياط، اللي هو انت سجلت جول للاحتياط، فانت خليك دايما كده، خليك ثابت بقى على كده. يعني سجل جول، اقفل الملعب، ما تفتحوش. انت لو فتحت الملعب هتبقى يعني غير، هيخش فيك جوان كتير. الشناوي عمل ماتش حلو، المدافعين عملت ماتش حلو، خط الوسط عمل ماتش حلو. يجي تعالى عند الهجوم، وسام ابو علي عمل ماتش حلو. تمام، زيزو عمل ماتش حلو، بس تريزيجيه ضيع ضربة جزاء مؤكدة ليك. عندك حسين الشحات لما نزل مكان زيزو يعني تمام ماشي جاية معاه، بس في الاخر برضو ضيع جول مؤكد ليك. يعني الواحد لازم تقفل على الخطوط بالظبط، ما تفتحش. انت جبت جول في النادي البرتغالي، اقفل الملعب، ما تفتحوش. انت لو فتحت الملعب هيخش فيك الجوان مؤكدة لان اللعيبة عند البورتا باين او حاجة زي كده، لعيبة انتر ميامي. هقول لك اللعيبة كانت يعتبر ميتة، ما كانتش بتتحرك اساسا. عندك ميسي كان كبير في السن فمش هيقدر يتحرك. هقول لك ماشي، انت اديت قصاد انتر ميامي كويس، بس تعال عند بورتا، لا، دول ما تهزرش معاهم، دول كلهم شباب. فانت هتيجي تفتح الملعب ليهم هيخش فيك جوان من غير ما، وشويطة، العيال شويطة. اتفرج على الماتشات كويس هتلاقيهم بيشوفوا. يعني حاول على قد ما تقدر تجيب الجون من هنا، تقفل الملعب. قفلت الملعب خلاص مفيش حد هيجيب فيك جون. بس ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.